مساء الفل يا رجاله. في فيديو النهارده هقول لك على افضل 3 خطط تقدر تلعب بيهم في الديفيجن. بس في الاول ما تنساش ان احنا عندنا 11 واحد هيفوز بمدرب مورينيو، فكون انت واحد منهم. تقريبا احنا شحنا ليه 3، فباقي لسه عدد كبير. فيلا انضم معانا في الرابط اللي اسفل الفيديو، ويلا بينا على فيديو النهارده. طب يا شباب، تعالوا نتكلم على المدربين ومع الخطط. يعني نتكلم على 3 خطط ونتكلم على افضل 3 مدربين عشان تعمل ميكس ما بينهم وتطلع بافضل نتيجة، وهي افضل 3 خطط مع افضل 3 مدربين في الديفيجن. تمام يا شباب، وهنبدا مع اول مدرب. وطبعا مدرب فابريجاس طبعا ناس كتير هتتكلم عنه وعاوزه خطه برضه ليه كويسه. فلو ضغطنا واخترنا بوزيشن جيم، فاول حاجه طبعا اخترت المدرب، ومدرب معاه خاصيه اللينك اب. فانت محتاج تعمل ايه بقى؟ محتاج ان انت تفعلها. فعشان نفعلها فانا معايا المهاجم اللي يشغلها، ولكن مش معايا الجناح اللي يشغلها، فبضطر ان انا ابدا بخطه يكون فيها جناح. فنسحب كده الجناح. طبعا نشوف الاول هو طالب مننا ايه. محتاج مركز دي ام اف ومعاه اكستريتور، يبقى محتاجين ده. فده نرجعه كده، هنحطها كده عشان نفعلها ونخليه دي ام اف. يبقى اول حاجه في الخطه ان انت تفعل اللينك اب وتبدا تبني خطتك على اللينك اب. ما ينفعش اختار مدرب مع خاصيه لينك اب وما نفذش اللينك اب. تمام. طب يا رجاله، زي ما قلنا كده بدانا خاصيه اللينك اب. تعمل ايه بقى تاني للخطه دي؟ عندك بقى كذا حل. ممكن تلعب بالخطه المعتاده لينا كلنا، وهي خطه 4-4-2. فالخطه دي هتكون كويسه جدا مع المدرب ده، وبوزيشن جيم ليها هتبقى تحفه يا جماعه. 2 دي ام اف العادي و2 ام اف. وممكن تلعب بواحد اس بس متجنح، اس بس متجنح، وتلعب ده يكون ام اف. فالخطتين دول من افضل الخطط لاسلوب البوزيشن جيم. وفي برضو خطة كمان حابب اضيفها لك برضو في اسلوب البوزيشن جيم، ممكن تلعب بيها الخطة دي. بس هتخلي ده دي ام اف عشان تظبط اللينك اب وتظبط كده وتشغلها زي ما هي كده بالظبط. برضو دي ممتازة جدا جدا جدا، وبتبقى دفاع من ناحية، وده بتخليه اي لاعب خط وسط يظبط معاك الكلام بالمنظر ده. بس الام اف تخليه هول بلاير كده. ولو عاوز تتقدم برضو خلي ده كده، يعني خلي ده ينزل هنا كده وتبقى تمام جدا، وتمشي معاك الخطة دي. ومن الخطط الحلوة، وبرضو هيكون قريب لفابيو كابيلو. وطالما جبنا سيرة فابيو كابيلو فيلا على الخطة التانية. انا بجيب خطة 4-4-2، وبعد كده بسحب ده بخليه هنا في المركز ده. تمام. طيب عشان تعمل لينك اب فبتضغط هنا وبتخلي ده دي ام اف، وبعد كده بتضغط هنا وتعمل لينك اب ما بين المهاجم وما بين خط الوسط المدافع. تمام. ده شكل الخطة والتعليمات الفردية، عشان في ناس كتير هتسألنا عليها. دي التعليمات الفردية اللي انا بنفذها، وده افضل مدرب للخطة دي لو انت هتلعب على الشيب ثرو او الثرو لوب. تمام. وطبعا انا فرجتكم امبارح على ماتش زي كده وكانت الدنيا كويسة جدا. بس مهم جدا تخلي معاك خاصية البوليت هيدر عشان لو حبيت ترفع وتزاول المنافس. يعني لو هو دايما ماسك لك ده فتقدر ترمي سرعات هنا وترفع عرضية. تمام. هنيجي بقى للخطة التالتة والأخيرة، وهنلعب بأسلوب الكويك كونتر عشان رجالة الكويك كونتر ما يزعلوش مننا. عندك بالنسبة للكويك كونتر الخطة دي بتمشي معاك تمام. خطة 4-2-2-2 برضو بتمشي معاك تمام. وخطة تانية اللي هي الخطة دي بتبقى جميلة جدا جدا جدا، بس لازم بتكون بتعرف تدافع كويس. الخطة دي في الكويك يا جدعان ملهاش حل. الخطة دي كده في الكويك كونتر تحفة جدا جدا، بس محتاجة ان انت تكون بتعرف تدافع هجوميا، بتبقى قاتلة. طبعا انا قلت لك كده يعتبر مجموعة من الخطط حلوة جدا. جرب اي تشكيلة فيهم هتعجبك. طبعا اول تشكيلتين للبوزيشن جيم مع تشكيلة اللونج بول، دول خطط تعتبر دفاعية الى حد ما، والخطة دي تعتبر هجومية كبيرة جدا. فقول لي انت بتلعب باسلوب ايه تحت في الكومنت، وقول لي ايه رايك في الفيديو. وانتظرنا في فيديوهات تانية كتير، والى اللقاء في حلقات قادمة.